بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا حبايبي جريد 7. النهاردة بإذن الله معانا الدرس الثاني في الوحدة الأولى. أخدنا الحلقة اللي فاتت الجزء الأول وهو الدروينج سكيل. النهاردة هنكمل درس تاني في منتهى الأهمية وهو اسمه proportional division. proportional جاية من البروبورشن يعني التناسب، وديفيجن معناها القسمة يعني التقسيم التناسبي. طيب يعني ايه في الاول كلمة يا ولاد proportional division؟ اهو proportional division is dividing a thing، بقسم حاجة money lengths weights legacy، اي حاجة بقسم نقود، بقسم اراضي، بقسم ميراث، بقسم اوزان within a given ratio، يعني بمعدل ثابت او بنسبه معروفه، مش معدل ثابت، بنسبه معروفه، الريشيو اللي احنا اخدناه. طيب اول اكسرسايز معايا بيقول لي father distributed 600، بيوزع 600 between his sons، ولاده ماجد ورامز at the beginning of the school year، في بداية العام الدراسي to buy the school uniform، عشان يشتروا السكول يونيفورم in a ratio. الريشيو كام هنا؟ قال لي 5 to 7. what is the share of one of them؟ كل واحد فيهم هياخد كام؟ طيب انا عندي هنا حلين. الحل الاول اقول له the total of parts ده موجود في كتاب المدرسه على فكره. اعمل ايه؟ مش هو قال لي 5 و7؟ اقول له 5 plus 7 يبقى equal 12. خلاص كده انا عندي 5 و7 نعمل لهم بلس يبقى 12. طيب the value of each part، قيمه كل جزء، اعمل ايه يا مستر؟ اعمل divide، يعني اقول له الايه ال 600 divided by 12 يبقى equal 50 divided by 12 يبقى البارت الواحد في 50. تاني هو قال لي 5 و7 هعمل لهم بلس يبقى 12. تمام. the value of one part يعني هو 12 جزء، الجزء الواحد بقى فاقول 600 divided 12 يبقى البارت الواحد بكام؟ ب 50. طيب ماجد عنده كام جزء؟ 5 يبقى 5 multiply 50 ب 250. طيب رامز عنده كام جزء؟ عنده 7 يبقى 7 multiply 50 ب 350. هقول تاني دلوقتي هنا انا عايز اوزع 600 على ماجد ورامز بنسبة كام؟ 5 to 7. اول حاجة اعملها اقول 5 plus 7 equal 12. طيب the value of each part، الجزء الواحد يبقى ال 600 اللي هو التوتال divided ال 12 الجزء الواحد في 50 يا مستر. طيب ماجد هياخد كام جزء؟ هياخد 5 او 5 يبقى 5 multiply 50 ب 250. طب رامز 7 by 50 350. طب انا ممكن اتاكد يا مستر ان هم صح، اعمل ايه؟ اعمل لهم بلس 250 بلس 350 هيطلعوا فعلا بكام؟ ب 600. يبقى انا كده اتاكدت انها صح. طيب في طريقه تانية يا مستر؟ الطريقه التانية يا مستر نعمل ايه؟ ركز معايا. هكتب ماجد تو رامز تو سم يعني المجموع. طيب ماجد كام؟ 5. رامز كام؟ 7. السم بتاعهم بكام؟ ب 12. طيب اجي بقى تحت ماجد احط اكس، اجي تحت رامز احط واي، والسم اللي هو باباهم عاوز يوزعهم بكام؟ ب 600. طيب انا دلوقتي انا عايز اجيب ماجد اللي هو ايه؟ اللي هو الاكس. يبقى اخبي دول خالص، اخبيه كده خالص واعمل مقص سيدرز اللي قدام الاكس تحت ال 12 وفوق 5 multiply 600 يبقى 5 multiply 600 divided 12 يبقى ب 250. طب انا دلوقتي عاوز اجيب رامز، اخبي الاكس اهو مقص، يبقى واي بتساوي مين اللي قدام تحت الواي؟ ال 12. 12 تحت وفوق 7 multiply 600 طلعت فعلا بكام؟ ب 350. اللي بعده يا ابطال بيقول لي هنا ايه؟ 3 persons participated in a commercial project، 3 اشخاص اشتركوا في مشروع تجاري.
The first paid 9 million pound. أول واحد دفع 9 million. Second one paid 6 million. The third paid 700 and 500,000 million. At the end of year, في نهاية العام, the net profit يعني المكسب الصافي was 2,250,000 2,250,000. Calculate the share of each of them. اعمل ايه هنا يا اولاد؟ هنعمل بالطريقه اللي حليناها اخر مره. بنقول first to second to third. first to second to third. الاول 9 مليون، الثاني 6 مليون، الثالث 7 مليون and 500,000. طيب اول حاجه عندي هنا كام زيروز؟ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. يبقى ما ينفعش واحد شاطر يقول لي يا مستر انا هعمل ديفايد مليون. لا ما ينفعش. ليه؟ لان هنا في رقم فيه 5 زيروهات، فلازم اشتغل على الاقل اللي فيه 5 زيروهات. عشان كده هعمل ديفايدد باي 100,000. هعمل ديفايدد باي ايه؟ 100,000 عشان فيه 5 زيروز. طب هنا اعمل ايه؟ اشطب على 5 زيروز. 1 2 3 4 5. اتفضل 90. 1 2 3 4 5. اتفضل 60. 1 2 3 4 5. يتفضل 75. طب ده كده ابسط صوره يا مستر؟ لا. هيا طب ال 90 وال 60 وال 75 ممكن اعمل ديفايد 5 صح، لكن لو جيت ركزت هلاقيهم كلهم مالتيبلز اوف 15، فهعمل ديفايدد باي 15. 90 ديفايد 15 بكام؟ ب 6. 60 ديفايدد 15 بكام؟ ب 4. 75 ديفايد 15 بكام؟ ب 5. يبقى انا كده بسطتها ابسط شيء. خلص السؤال كده؟ لا، ده انا لسه هبتدي. يا مستر بتهزر. هقول لك والله ببتدي. انا كل اللي انا عملته هنا ان انا بسطت ال 9 مليون بقى 6، وال 6 مليون بقى 4، وال 7 مليون بقى 5. طب اعمل ايه؟ اول خطوه اعملها ان انا اقول the sum of parts 6 plus 4 plus 5 يبقى equal 15. يبقى كلهم 15 parts. طب هو النت بروفيت كام؟ المكسب 2,250,000. يبقى انا جاي هقول له هنا the value of one part. الجزء الواحد يا بطل هعمل divided by 15، يبقى الجزء الواحد ب 150,000. كده يعتبر خلصت. كل اللي هعمله ان انا هضرب الرقم ده في كل فاليو من دي، كل نمبر هنا. يبقى الفيرست عنده كام؟ 6، يبقى 6 تايمز 150,000 يبقى 900,000. الثاني عنده 4 تايمز 150,000 يبقى 600,000. الثالث عنده 5 multiply 150,000. The answer will be 750,000. طب انا عايز اتاكد ان صح. لو عملت 900,000 بلس 600,000 بلس 750,000 هيطلع كام يا بطل؟ هيطلع النت بروفيت اللي هو 2,250,000. يبقى السؤال ده نركز فيه كويس جدا. لما يجي large numbers اول حاجه اعمل لها simplify لحد لما تبقى in the simplest form، يعني في ابسط صوره. بعد كده اجيب the sum of parts طلع 15. the value of one part طلع ب 150,000. اعمل بقى times الرقم بتاع كل واحد في ابسط صوره. تمام يا بطل؟ تمام. طيب اللي بعده يا ابطال بيقول لي هنا application on the percentage، يعني تطبيقات على النسبه. if the price of a mobile phone 12,750 and there is 8% discount. هنقول تاني بالأول. The price of a mobile phone سعر التليفون 12,750. تمام ده سعره. And there is 8% discount. في 8% 8% تخفيض. What is the price after discount؟ ما السعر بعد التخفيض؟ نركز بقى يا بطل، لان انا هنا برضو عندي طريقين، طريق طويل وطريق قصير. نمشي مع اسلوب كتاب المدرسة او الطريقة الاولى. The value of the discount، قيمة التخفيض. مش هو قال لي 8%؟ دي معناها ايه 8%؟ معناها 8 over 100، 8 out of 100 multiplied by 12,750. خلاص هيطلع بكام؟
ب 1020. يبقى قيمة الديسكاونت المبلغ هيبقى كام يا بطل؟ 1020. طب هو اسمه ديسكاونت يعني تخفيض، يعني انا هعمل ماينس ولا بلس؟ برافو عليك. يعني هعمل ماينس من الايه؟ من التوتال. يعني اقول 12750 اللي هو المبلغ الاصلي ماينس 1020 يطلع 11730. هقول تاني، انا عندي ديسكاونت يعني تخفيض. طيب الديسكاونت ده كام percent؟ 8%. يبقى اقول له the value of the discount 8 over 100 multiply by the total، بضربه في التوتال اللي هو 12750. يبقى التخفيض قيمته كام يا باشمهندس؟ 1020. طيب the price after discount، السعر بعد التخفيض. يبقى طبيعي لما اجي اقول لك انا هخفض 1000 جنيه يبقى خلاص، يبقى انا هخفض ال 1000 جنيه ده من الاجمالي. هنا هخفض 1020 يبقى 12750 اللي هو الاجمالي الاصلي ماينس رقم الديسكاونت اللي هو 1020 يطلع ب 11730. طيب ايه الطريقه الثانيه يا مستر؟ هقول لك ركز معايا. مش هو قال لك 8%؟ طيب هو مش الطبيعي ان الرقم بيبقى 100% يعني 100%؟ ال 100% دي حضرتك هخصم منها ال 8% يطلع لي 92%. يعني انت عاوز تقول لي يا مستر ان الرقم كأني اللي هيشتري هيدفع 92%؟ بدل ما يدفع 100% هشيل منهم ال 8% يبقى يدفع 92%. يبقى في أبسط حاجة أقول له الرقم الأصلي تايمز 92 over 100 طلعت فعلا ب 11730. طب لو قال لي في مسألة تانية تخفيض 10% يبقى خلاها 90%. طب لو خلاها 15% 15% يبقى 85%، وأعملها في خطوة واحدة. تمام يا بطل؟ طيب ده أول نوع. ركز بقى معايا في السؤال ده عشان ده بيلخبط جدا. بيقول لك ساندي got 15% discount، أخدت 15% تخفيض على البرايس of pair of sports shoes، يعني أحذية، جزء من الأحذية الرياضية، from a store من محل. she paid دفعت كام؟ 340. هنا بقى طب نعرف الأول what is the original price. هو هنا جاب لك السعر بعد التخفيض وطالبه منك قبل التخفيض. الله، يعني يا مستر هعمل ايه؟ هقول لك ركز معايا. مش هو الوقت البرايس ده عليه كام في المية؟ 15%، وانا لسه قايل لك كام؟ 85%. يبقى هنا بقى مش هنا دي هيبقى المجهول، هو ده اللي انا عايزه. يبقى الفرق بين ده والسؤال اللي فات ان هنا كان عاوز the price after discount، لا هو هنا نفس السؤال بس جاب لي الافتر ديسكاونت وعاوزه before discount يعني السعر الاصلي. فهكتب هنا P اللي هو السعر الاصلي multiply 85 over 100. ليه يا مستر 85؟ مش انا لسه قايل لك 15% 15%؟ طيب 100 minus 15 بكام؟ ب 85. يبقى P multiply 85 over 100 يبقى الانسر بكام يا بطل؟ ب 340. تمام. طب انا دلوقتي انا عاوز اجيب البي، اعمل ايه؟ هقول لك على حاجه. لما يبقى في عندك فراكشن وعاوز تخلص منه، ركز معايا يا بطل. اعمل مالتيبلاي للريسيبروكال بتاعه. يعني ايه الريسيبروكال؟ يعني مقلوبه يعني اقلبه. يعني اقول 340 مالتيبلاي اقلب ده 100 اوفر 85. تاني انا الوقت عندي فراكشن وعايز اخلص منه، P multiply 85 over 100 equal 340. اعمل ايه؟ اعمل تايمز الريسيبروكال. ايه الريسيبروكال؟ مقلوب. يبقى انا اقول له ال 340 multiply 100 over 85. يبقى السعر الاصلي كام؟ 400. طب في طريقة تانية. نعمل ايه؟ بص هنا اكتب له هنا 100 وهنا البرايس. طيب يعني لما كان 100% انا ما اعرفش ثمنه كام،
ولما بقى 85 ثمنه 340. ده معنى اللي انا بعمله دلوقتي، ان 100 to P، ان انا ما اعرفش البرايس لما كان 100%. طب لما بقى 15% يعني 85% بقى سعره كام؟ 340. يبقى انا اعمله بايه يا بطل؟ بالسيزرز. يبقى اقول له اللي قدام البي تحت يعني كام؟ يعني 85 وفوق 340 multiplied by 100. يبقى الإجابة برضه هتطلع بكام يا بطل؟ ب 400. هقول تاني دي. يبقى أنا عندي هنا طريقتين، كل واحد يختار الأسهل. أنا بقول وأنت بتقترح براحتك. أول طريقة إن أنا أقول P times 85 over 100 equals 340، أعمل multiply للريسيبروكال يطلع ب 400. طب الطريقة التانية إن أنا أقول 100 وهنا P. 100 لو 100% كان سعره P ما أعرفش بكام. طب لما كان 15% يعني 85% بقى 340 وأعمل السيزرز، الإجابة تطلع برضو عندي بكام يا بطل؟ ب 400. طيب ركز معايا بقى في السؤال ده. بيقول لي هنا ايه؟ عمر subscribe to home internet service، اشترك في خدمة الانترنت المنزلي بكام؟ قال لي هنا for 520 per month. تمام. with 14% tax بمعنى الضريبة of the service price. What is the value of the tax and amount paid by عمر؟ هو عاوز قيمة التاكس اللي هي الضريبة وقيمة اللي هيدفعها عمر كل شهر اللي هي بعد الضريبة. طيب لأن قبل الضريبة 520. أول حاجة أعملها زي ما عملت في أول سؤال، the value of the tax قيمة الضريبة الإجمالي times 14 over 100. يبقى طلعت بكام؟ ب 72.8. يبقى الضريبة 72.8. طب دي ضريبة يعني هزود، يبقى أنا اللي أنا هعمله هقول له ال 520 plus 72.8، يبقى عمر هيدفع كل شهر 592 and 8 tenths. يبقى زي ما عملنا في أول سؤال خالص. أول سؤال كان ديسكاونت، بعد كده عملنا ماينس. هنا هنعمل التايمز الأول البيرسنت وبعد كده نعمل بلس. ده الطريقة الأولانية. في الطريقة التانية اللي أنا بحبها إن أنا أعملها before tax after tax، قبل الضريبة والضريبة وبعد الضريبة. طيب قبل الضريبة كام؟ 100%. التاكس بكام؟ 14. after tax 100 plus 14 يبقى بكام؟ ب 114. تمام كده يا بطل؟ تمام. طيب before tax كان هنا كام؟ 520. التاكس ما اعرفهاش سميتها اكس. after tax ما اعرفوش سميته واي. يبقى انا هنا هعمل السيزرز مرتين. طيب المره الاولانيه انا عاوز الايه؟ الاكس، يبقى اخبي الواي اهو خبيته واعمل مقص. مين اللي قدام الاكس في المقص؟ ال100 يبقى تحت وفوق 520 multiply 14. نيجي هنا على الكالكوليتر نكتب 520 multiply 14 فوق، ننزل تحت بالسهم نكتب ايه؟ 100. يبقى الإجابة ندوس على الاس دي 72.8 اهو زي ما عملنا فعلا. طيب انا عاوز مين الوقت يا بطل؟ انا عاوز الواي، يبقى اخبي الاكس. مين اللي قدام الواي؟ تحت 100 وفوق 520 multiply 114. يبقى نيجي هنا هنشيل ال 114 دي ونخليها 114 تطلع بكام؟ ندوس على الاس دي فعلا ب 592.8. يبقى انا كده عملتها بطريقين. شوف الاسهل ليك يا بطل وتوكل على الله. تمام. ركز بقى معايا في السؤال ده لان السؤال ده سؤال فائقين، عشان كده انا سايبه اخر سؤال في الحلقه. بيقول لي هنا ايه؟ A man died and left a legacy of 150,000.
توفى رجل وساب تركة أو ورث 150,000 جنيه. مين بقى؟ لمين بالظبط؟ for his wife, 2 sons and daughter، يعني زوجته وولدين وبنت، يعني 4 أشخاص. خلاص كده؟ شوف بقى هيعمل إيه. طبعا طبيعي ان الزوجه في الميراث بتاخد الثمن، فقال لك of the wife shares is 1/8 of the amount، الزوجه بتاخد الثمن. and the remainder، الباقي distributed among، هيتوزع على مين؟ 2 sons، ولدين، ودaughter، بنت. then what is the share of the daughter and son knowing the daughter، ومدينا الريشيو بين الدوتر والسن، السن والدوتر سوري 2 to 1، لان الولد الذكر مثل حظ الانثيين، الولد بياخد قد البنت مرتين، ده في الميراث. طيب اول حاجه عندي اطلع الزوجه لوحدها لانها تاخد الثمن، يبقى اقول له the wife the share 150,000 over 8. خلاص كده؟ يبقى هي لوحدها هتاخد كام؟ 18,750. خلاص كده؟ طيب لسه يبقى الباقي، عشان اجيب الباقي هقول بقى المبلغ الاصلي اللي هو 150,000 minus 18,750. تمام. خلاص كده؟ الولاد بقى ياخدوا ايه الباقي؟ 131,250. يبقى الولدين والبنت هياخدوا كام؟ الرقم ده 131,250. تمام. هقسمها ازاي؟ هو المفروض son to daughter، ده لو ولد وبنت. طب انا عندي هنا ولدين وبنت، خلاص خليها son to daughter، ولد بنت. طب الولد بكام؟ 2، الولد التاني برضه هيبقى 2، البنت 1. نعمل هنا التوتال، 2 plus 2 4، 4 plus 1 5. واجي تحت السن اكتب اكس، واجي تحت الصن التاني اكس برضو، والدوتر تحت واي، والتوتال اللي انا لسه جايبه دلوقتي ب 131,250. تمام. انا الوقت عاوز مين؟ الاكس، يعني اخبي مين؟ اخبي الواي. وطبعا الاكس التاني ما هي يعني سواء اخدت ده او اخدت ده الاتنين واحد. طب الاكس هعمل مقص، اللي قدام الاكس تحت يبقى 5، وفوق 2 times 131,250. يبقى الإجابة يا بطل هتبقى 52,500. ده كده للإيه؟ للولد. طيب ممكن أقول البنت أقسم على الاتنين على طول وأخلص، يعني إن البنت. طيب لو أنا عايز أعمل بالمقص، خلاص أخبي الواي، أعمل مقص، يبقى تحت 5 وفوق 1 multiply 130,250، هيطلع بكام؟ ب 26,250. تمام يا بطل؟ يبقى عشان اتاكد لو جمعت الاتنين دول هيطلع الرقم ده. خلي بالك بس هتجمع لان في ولدين، فهتقول 52,500 مرتين وتجمع عليهم ال 26. عشان وانا بتاكد ممكن واحد يقول لي ده بلس ده يا مستر ب 131، الاجابه غلط. لا خلي بالك، ما انا عندي ولدين، فكاني بقول هنا اهو 52,500 بلس 52,500 بلس 26,250. طلع فعلا نفس المبلغ. وده كان اخر اكسرسايز معايا النهارده. يا رب يكون الدرس بسيط وسهل. لو اول مره تتفرج عليا ما تنساش تعمل فولو على الفيسبوك بيج وسبسكرايب على القناه على اليوتيوب. احمد عاطف ماث. اشوفكم على خير، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.